إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم قضايا إريتريا. في هذه الحلقة سنواصل الحديث في سيرة عطرة مباركة لشيخنا وعالمنا ودكتورنا سعادة الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد صالح، وكنا قد ذكرنا مجموعة من الحلقات في سيرته العطرة منذ الميلاد وحتى بلغنا في الحركة الدعوية السياسية التعليمية. وباسمكم جميعا نجدد ترحيب بفضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد صالح، فأهلا وسهلا به، مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعبرك شيخنا الكريم الشيخ برهان أطل على المشاهدين والمتابعين وأرحب بهم في برنامجنا هذا قضايا إريتريا. معالي الدكتور، تحدثنا بعمق عن الحركات السياسية والحركات الجهادية في إريتريا، ومررنا بالخطوة التي تم تنفيذها من قبل إحدى الجهات في داخل الحركة جهاد الإسلامي الإريتري، وتحدثنا أيضا عن موقف بعض المنتسبين إلى السلفية أو الأنصار السنة المحمدية في تصنيفكم في بعض الأمور، ثم عرجنا أخيرا على قضيتين مهمتين أو مرحلتين مهمتين في تاريخكم المبارك الطيب، ألا وهما مرحلة المنتدى الثقافي الإريتري والحركة الفيدرالية التي أنتم قمتم بتأسيسها. من هنا سنبدأ إن شاء الله سيرتكم العطرة فيما بقي لكم من الأيام القادمة إن شاء الله، فإلى البرنامج. حي الله الشيخ برهان وحي الله المشاهدين. وكما قلت في الحلقة السابقة وسردت ما انتهت إليه حركة الجهاد الإسلامي الإريتري وما انتهت إليه مناقشاتنا في مجلس شورى حركة الجهاد عندما دعانا السودانيون إلى أن نتخذ قراراً تاريخياً في مسيرتنا النضالية. ماذا سيكون موقفنا من مستقبلنا في علاقتنا بالكيان الإريتري القائم تحت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا؟ وذكرت لك في آخر الحلقة النقاشات التي دارت وكيف اختلف الناس فيها. وعلى كل انتهى بي المآل في علاقتي بحركة الجهاد الإسلامي الإريتري إلى أن أصبحت خارجها بعد أن حدث فيها الانقسام، ولم أكن جزءا من أحد طرفيها. كان ذلك في عام 93 و900 وألف من الميلاد. الله، يعني قبل حوالي 20 سنة، لا 30 سنة تقريبا، يعني 30 سنة. وتقرر أن أغادر 20 سنة. أيوة. نعم. أغادر المملكة العربية السعودية إلى لندن عام 94 و900 وألف من الميلاد. وصلت لندن وعملت في المنتدى الإسلامي بلندن
مسؤولا عن النشاط الثقافي بشكل عام. يا سلام. والحديث عن المنتدى من كان رئيس المنتدى جميل جدا في ذلك الوقت؟ في ذلك الوقت، والأنشطة التي كنا نقوم بها، والجالية الإسلامية العربية وأنشطتها والمؤتمرات التي كنا نقوم بها ونعقدها مرتين في العام. نعقد مؤتمرا في الصيف وقبله مؤتمرا في الشتاء، ودورات شرعية نسوية وذكورية، والمؤتمر يحضره الجميع. ذلك شأن آخر. وكان وقتها رئيس المنتدى الإسلامي المدير الذي يدير المنتدى الإسلامي فرع بريطانيا، نعم، في لندن، من كان؟ هو أخونا براق البياتي، وهو عراقي. براق ولا دكتور عبد الفتاح؟ لا، فتح جاء بعدين. كان براق البياتي. براق البياتي. يوم جئت أنا واستلمت النشاط الثقافي، كان المدير الأخ براق البياتي من العراق، وأنا أحييه من هذا المقام. والآن هو في كاربين. ونحيي جميعا أيضا يعني أعضاء المنتدى الإسلامي، الدكتور خالد الصقير والدكتور عبد الفواز والفايز والدكتور خالد رمضان وهؤلاء العمالقة، نحييهم من هذا المنبر، ونحيي شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو سامي، بارك الله في الجميع. الأخ براق البياتي كان هو المدير، وأنا كنت مسؤول النشاط الثقافي في المنتدى. وهذا فيما يتعلق بالنشاط العام. نعم. وفيما يتعلق بالنشاط الإريتري، كونا المنتدى الثقافي الإريتري. نحن مجموعة من الإريتريين الإسلاميين الذين كانوا جزءا من الحركة الإسلامية الإريترية. من كان معك من الإريتريين؟ كان معي من الإريتريين الذين أذكرهم الآن الأخ إدريس شيخ، وهو خريج جامعة أم درمان الإسلامية، وعمل أستاذا في اليمن، درس هنالك، ثم هاجر إلى بريطانيا واستقر به المقام في لندن. الأخ عبد الرحمن، نحييه من ها هنا. نحييهم جميعا. يعني الأخ عبد الرحمن عبد الله يوسف صايغ، وهو أيضا رجل أعمال في بريطانيا، الآن يشتغل في التجارة. كان عضوا معنا في المنتدى الثقافي الإريتري. الأخ إدريس آيم، الأخ عبد الرحمن السيد، والأخ عبد القادر سايق، والأخ صلاح الدين محمد صالح، وآخرون من الإخوة يعذرونني في عدم ذكر اسمهم، وهم كانوا أعضاء في هذا المنتدى. هذا المنتدى درج أن يلتقي نهاية كل أسبوع يوم الأحد. ماذا كانت أهدافه؟ هذا المنتدى كان أصلا لما تكون، انطلق في تكوينه من طرح سؤال: لماذا انقسمت الحركة؟ ما المشكلة الأساسية في المجتمع الإريتري؟ يعني نحن الأعضاء طرحوا سؤال: ما المشكلة الأساسية التي تربك الساحة الإريترية كلها، تربك الإريتريين بفصائلهم ومنظماتهم السياسية، العلمانية منها والإسلامية أيضا،
ما المشكلة التي تربك المسيحيين الإريتريين والمسلمين الإريتريين في علاقة بعضهم ببعض؟ جميل. وتربك المنظمات العلمانية في علاقة بعضها ببعض. جميل. وتربك الإسلاميين والمسلمين في علاقة بعضهم ببعض. ما هي هذه القضية؟ هذا هو المنطلق والسؤال الذي طرحه المنتدى الثقافي الإريتري، وعقد جلساته الأسبوعية ليجيب على هذا السؤال. جميل. وبعد مناقشات ومجادلات في الإجابة على هذا السؤال، من استعراض تاريخ الثورة الإريترية والانقسامات التي شهدتها الساحة الإريترية قبل ظهور الحركة الإسلامية بين الفصائل السياسية، وقد تحدثنا عنها في لقائنا هذا، بعد استعراض هذه المسيرة الطويلة والحرب الأهلية، ثم بعد ذلك مجيء الحركة الإسلامية الإريترية والانقسام الذي طرأ فيها، بعد استعراض كل هذه المشكلات وصلنا إلى نتيجة، ألا وهي أن الصراع في إريتريا ليس في أصله ومنبت جذوره صراعا دينيا ولا مذهبيا، وإنما هو صراع سلطوي من أجل السلطة والاستحواذ عليها، والدين والمذهب يستصحب من هؤلاء الساسة في تعبئة الأطراف من أجل حشد الأنصار والمؤيدين. وما لم تحل مشكلة السلطة والثروة في المجتمع الإريتري، فإن الاستقرار لهذا المجتمع سيكون بعيد المنال. كم مكثتم من بحوث ودراسات حتى وصلتم إلى هذه القناعة؟ هذه جلسات مستمرة استمرت، لم تكن من أول جلسة، وإنما هي جلسات استمرت. كم سنة؟ يعني أكثر من 3 سنوات تقريبا يعني، ونحن نتحاور ونتناقش في هذه المسألة. 3 سنوات. أيوة. وكان في بداية أمرنا جلسات مختصرة. هل كان هذا القرار في مجلسكم بالإجماع أو كان هناك من يخالف؟ تقريبا كلنا وصلنا إلى هذه القناعة. كم كان عددكم؟ عددنا كما ذكرت، نحن كلنا كنا أبناء الحركة الإسلامية، كلنا إسلاميين. عددكم كم؟ تقريبا كنا في حدود بين 8 و10. من كل المدارس؟ من كل المدارس، السلفي والإخواني. أيوة. والتبليغ والمستقل. أيوة. أنا الذي كنت أجمع السلفية والإخوانية معا. من حيث الفكر يعني، جذور سلفية وتصورات سلفية في اعتقادي بتوحيد الألوهية والأسماء والصفات والربوبية ومنهجية الكتاب والسنة واتباع السلف الصالح، إلى جانب الحركية السياسية الفكرية. ولم أكن عضوا من تنظيم الإخوان المسلمين، لست عضوا في تنظيمهم، ولكني أيضا لم أكن في شقاق وخلاف وخصومة مع أهدافهم الرئيسية والكبرى، وهي إعادة الأمة إلى وحدتها السياسية تحت قيادة سياسية واحدة. يا سلام. الآخرون كانوا جزءا من تنظيمات أخرى لكنها إسلامية، وكلنا ننتمي في النهاية إلى المدرسة الإسلامية بمدارسها المختلفة. وخلاصة أمرنا لم تكن إلا السلفيون والأخوان، وحقيقة السلفيون ما كانوا معنا. لكن هذا الذي نشاهده الآن في إريتريا، التمكين للنصارى أكثر مما هو التمكين للمسلمين. الوظائف تكون للنصارى ولا للمسلمين. العلاقات مع النصارى سواء كانوا الأمريكان أو إسرائيل يهود
أو الجهات التي الدول والجهات وغيرها من كنائس العالم، نجد هناك علاقات كبيرة جدا، وخاصة في الآونة الأخيرة صدرت بعض التقارير تثبت هذا، أن ثمة هناك علاقات مع الكنائس. هذا كيف تفسره دكتور؟ نعم شيخنا، احنا كل هذا استعرضناه وناقشناه، لكن دعني أقول أن خلاصة الصراع هي السلطة. يعني أن النصارى أو المسيحيون الإريتريون عندما يندفعون في صراعاتهم سواء فيما بينهم أو مع الطرف الآخر مع المسلم، أو المسلمون في صراعاتهم مع النصارى، أو صراعاتهم فيما بينهم، كلهم يريدون السلطة بغض النظر لماذا يريدونها. نعم، يعني السلطة هي إحدى الأهداف، هي الهدف الأساس، ولكن أنتم ترون أنها هي الهدف الأساسي. الأساس. نعم. أنتم قدمتم مقدمة لكتاب الذي ألفه الدكتور حامد حلفة. أيوة. عنوانه لو تذكرني، قرأت الطائفية. قرأت مقدمتكم له، وقرأت أيضا هذا الرأي الذي أنتم، لكن الكاتب رجح أن الخلاف طائفي ديني وليس الخلاف سلطوي. لا، الكاتب في نهاية بحثه يعني. هذا رأيه، نحييه. أيوة، من هذا المكان الدكتور حامد حلفة. أيوة. نحييكم، جزاكم الله خير. أيوة. وصلى الله نفعكم. أيوة. وهذا رأيه، وهو نعم كما تفضلتم، ولكن الطائفية سنتحدث فيها. ما معنى طائفية وما أنواعها، وما الفرق بين الطائفية السياسية والطائفية الدينية والطائفة الدينية. عندنا مصطلحات ثلاثة: الطائفة الدينية والطائفية الدينية والطائفية السياسية. على كل هذه الانقسامات تتوجه نحو السلطة، مصبها وتصب في الوصول إلى السلطة والاستحواذ عليها والاستئثار بها. يعني كيف أنت تفسر الآن النظام هو يحارب بعض المدارس ويمنع تعليم القرآن الكريم، وهي أصلا جهات ليست سلطوية ولا تبحث عن السلطة؟ أيوة، ولا تبحث عن هذه الأمور. سأقول لك SAS أفريقي والمجموعات التي معه من النصارى في غالبهم هم ليسوا متدينين ولا علاقة لهم بالدين، ولا يقدسون الصليب ولا يذهبون إلى الكنيسة، وربما هم ملحدون، ولكنهم في جذورهم وأصولهم وخلفيتهم الحضارية ينتمون إلى الهضبة الإريترية، إلى الحضارة الأكسومية. والحضارة الأكسومية ينظر إليها هؤلاء على أنها حضارة النصرانية والمسيحية، فيتعصبون لها من منطلق الانتماء الحضاري وليس من منطلق الانتماء الديني. ماذا تعني الآية قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ هذا من تعني؟ المتدينين من النصارى. النصارى واليهود المتدينون الذين يؤمنون بصحة عقيدتهم ودينهم ويعتقدون. تعني هؤلاء؟ هؤلاء المعنيين. أيوة، هؤلاء لن يرضون عنك يا محمد إلا أن تتبع ملتهم، ولن يرضى بعضهم عن بعض إلا أن يتبع طرف منهم لدين الطرف الآخر. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء.
واليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فهم لا يرضون من النصارى إلا أن يكونوا جزءا منهم إذا ما أرادوا الجنة، وكذلك النصارى. والاثنان في طائفية مع المسلم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله في مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تبعوا قبلتك، يعني نعم، وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. نعم. فهم لا يتعاملون معهم بطائفية، يعني تعاملوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بمنطق الطائفي. المنطق الطائفي منطق أعمى تعصبي، ليس منطق استدلالي ومنطق عقلاني. عرف لنا ما معنى طائفي. فطائفي مأخوذة أو نسبة إلى طائفة من الناس، جماعة من الناس أصلها. والحديث عند لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهنالك طائفة معينة أخذ منها هذا المصطلح، وهو مصطلح يقولون مصدر صناعي، لأنه ينتهي على وزن طائفية، مثل الوطنية، القومية، الطائفية. هذا يسمونه مصطلح، هذا يسمونه مصدر صناعي. وطائفي هو الشخص الذي ينغلق على طائفة معينة ويتعصب لها ويلغي كل ما عداها. جميل. مكثتم 3 أعوام وقررتم هذه النتيجة. ما هي المبادرات إذن لإيجاد الحل للشعب الإريتري؟ أيوة، بعدما تكلمنا وقلنا أن محور الصراع هو السلطة، وليس السلطة لوحدها، السلطة والثروة، لأن من ملك السلطة ملك معه الثروة، الاقتصاد. ولكي تستقر إريتريا لا بد من حل إشكالية السلطة والثروة. وهنا طرح علينا سؤال أو طرحناه على أنفسنا: ما السبيل إلى حل إشكالية السلطة في إريتريا؟ وكيف الوصول إلى هذا؟ وما هو المنهج المفضل في توزيع السلطة والثروة؟ فقلنا أيضا بعد نقاش داخلي، هذا كله داخلي، في نقاش بيننا، قلنا أن الحل الفيدرالي هو الحل المناسب. من هنا جاء الحل الفيدرالي. نعم، بحيث أن الناس تتقاسم السلطة وتتقاسم الثروة. أيوة، من أجل أن تعيش وتستقر بسلام. وفي هذا الجو المستقر بسلام قلنا يكون حوار ديني وحوار ثقافي وفكري، وفي ظل هذا الحوار من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والمسلمين حق الدعوة إلى دينهم مفتوح، ولغير المسلمين حق اعتناق الإسلام والردة عنه مفتوح. قلنا هذا هو الذي يعيش إريتريا. كيف كان تقبل الشعب فكرتكم هذه؟ لا، هذا طبعا هذا حوار داخلي بيننا الآن، ما نشرتموه لسه، ما خرج في المنتدى الثقافي الإريتري الآن، بعد حوارات خلال ال3 سنوات اللي كنا نناقش فيها. وصلنا إلى هذه القناعة، الحل الفيدرالي. وكنتم 10 تقريبا، أنا الآن من 10 إلى 8 فيما أذكر، أو يزيدون، لكننا لم نصل إلى 20 أو 30. جميل. ونحن في هذا الحوار يا أخي، وبعد أن وصلنا هذه القناعة
وجهت إلينا دعوة من؟ من ستوكهولم، من جمعية اسمها الجمعية الإريترية الديمقراطية أو نحو من هذا. كان منها الأخ محمد نور كراني، معروف، نحييه من هذا المقام. نحييه من هذا المقام. السلام عليكم. أيوة. والسيد فسهاناير وآخرون. فسهاناير نحييه أيضا من هذا المقام، وهو كاثوليكي من البلين ويقيم في ستوكهولم. وجهت إلينا دعوة للمشاركة في لقاء ثقافي نقدم فيه ورقة تتحدث عن ما كنا ندور فيه من نقاش عن وحدة إريتريا وسلطة وإشكالية السلطة والثروة في المجتمع الإريتري. وقبلنا هذه الدعوة، وأفدت أنا للحديث وتقديم ورقة بهذا الشكل. جميل. وسافرت إلى ستوكهولم، وكان الجمهور كبيرا والحضور واسعا. جميل. وشارك معي البروفيسور تسفاطير أيضا، قدم ورقة، وهو بروف في ألمانيا، ونحييه أيضا من هذا المقام. تسفاطير هذا اللي كان يتكلم عن القضاء على الجبابرة؟ لا ليس هو. ليس هو. هذا آخر، هذا أكاديمي بروف كتب عن حركة الجهاد الإسلامي في مؤلف نشره في الخرطوم، وتكلم عنها كلاما طيبا. عجبا. أيوة، تكلم عنها كلاما طيبا. ما اسمه؟ دكتور تسفاطير. دكتور تسفاطير. أيوة، تكلم عنها كلاما جيدا. بروف وأنا هو اشتركنا في أكثر من لقاء. أيضا ذهبنا معا إلى كندا، وفي لقاء شبيه للقاء الذي عقد في ستوكهولم. على كل كان في هذا اللقاء، وأنا قدمت ورقة فيه، وقلت في لقاء هذا أن الشعب الإريتري ليس في ثقافته وفي تكوينه العرقي شعبا واحدا، وإنما شعب ركبه المستعمر وأتى به من نواحي وخلفيات مختلفة، وجعل منه هذه الدولة الإريترية. وإذا أردنا أن نحل إشكاليته في التعايش السلمي، علينا أن نحل إشكالية السلطة والثروة. والحل الذي نرتئيه ونقدمه في لقائنا هذا هو أن تكون إريتريا دولة اتحادية فيدرالية تحكم بالنظام الفيدرالي، كما هو الشأن في إثيوبيا الآن، وكما هو الشأن في السودان، وكما هو الشأن في الصومال. ودار نقاش حول هذا الطرح، وهناك من اختلف معي وهنالك من اتفق معي. وقام أحد الساسة، هذا الكلام في عام كم؟ في التسعينيات وفي أواخر التسعينيات. أواخر التسعينيات، وهو في ستوكهولم. في ستوكهولم. جميل. عاصمة السويد. والفيديو وزع وشوهد في أكثر من لقاءات، وحتى في الحكومة الإريترية في السفارة وفي السفارات شاهدوه المسؤولين وغيرهم. جميل. وقلنا أن الحل الفيدرالي هو الحل. وهنا قام أحد الساسة ورد عليه، وقام أخ آخر من الحضور ورد عليه، وهو الأخ السياسي الذي رد عليه أحمد ناصر، عقب الآية. وقام أخ آخر بشير إسحاق
ورد عليه وأيد ما أنا قلته، ودار النقاش ورفعت الجلسة خلاص يعني، وانتهى اللقاء بنقاشته، وذهبنا إلى العشاء لكي نتعشى. ما كنت أعرف بشير إسحاق بشكله، ولكني كنت أسمع عنه وعن خلفيته التاريخية. وهو كان من قيادات اتحاد طلبة إريتريا في الخرطوم، وهو درس في جامعة أديس آوا، ثم بعد ذلك انتقل إلى جامعة الخرطوم. ووالده رحمة الله عليه الشيخ إسحاق من حفاظ القرآن ومن معلمي القرآن، وكانت له صداقة بوالدي، صداقة عمل دعوي. الله أكبر. في منطقة شامبوكو والمناطق التي كان والده رحمة الله عليه. إذا نحييهم من ها هنا جميعا، الأحياء منهم الأموات، نسأل الله أن يغفر للأموات ويهدي ويصلح الأحياء. نعم. فتقابلنا هناك وتعارفنا ووجها لوجه، وتعرفت أيضا مع أرها حمد ناكا، وأيضا هو من الكاثوليك الإريتريين البلين، ومن فسهاناير، والأستاذ فسهاناير، ونحييهم أيضا من هذا المقام، وبشير شفراي وآخرون. وجلسنا في جلسات فيما بيننا، وتوافقنا على ما طرحته أنا. عجبا. وبعد ذلك نحن نظمنا ندوة في لندن. حتى الأستاذ أحمد الذي خالفك غير رأيه؟ لا، أحمد الأستاذ المناضل أحمد ناصر هذا لم يتفق معي، كان يرد عليه. أما هؤلاء فاتفقنا على الرأي، جلسنا في جلسة واتفقنا على أن هذا هو الحل وإلى غيره. جميل. رجعتم إلى لندن وعملتم ندوة. أنا رجعت إلى لندن ورفعت التقرير إلى المنتدى الثقافي الإريتري، وكيف كان دار النقاش، وقلت لهم تعرفت على شخص اسمه بشير إسحاق وهو يتفق مع رأينا وآخرون من الزملاء، وقررنا أن ندعوه إلى لندن في ندوة علنية، وهي كانت أول ندوة نخرج بها إلى الملأ. المنتدى الثقافي الإريتري يخرج من داره ومختصره ومختزله الذي كان يدندن فيه إلى الملأ بعقد ندوة يدعو إليها آخرين ليسوا أعضاء منه، وربما هم أصحاب اتجاهات، فدعاهم إليه. ولكن سبقت ذلك أيضا ندوة خرجنا بها إلى الملأ، دعونا إليها أحد كوادر الجبهة الشعبية للتحرير الإريترية، اسمه أحمد محمد محمود مركاب من أولاد كرم. أحمد محمد محمود مركاب. أيوة، أبوه كان رحمة الله عليه رجل أعمال، وكان عضوا في لجنة أوقاف جامع كرن ومعهده الديني، والده، ويعتبر من أعيان كرن، وهو عضو الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا ويخدمها وظل يخدمها، وأظن ما زال معها حتى هذه اللحظة. دعوناه إلى ندوة ليقول كلمته في منتدانا في الندوة العلنية. ثم بعد ذلك دعونا من ستوكهولم بشير إسحاق وأدرنا نقاشا، وهكذا تطور الأمر في علاقاتنا إلى أن اتفق هؤلاء الذين يؤمنون بالحل الفيدرالي على تأسيس حركة فيدرالية. حزب سياسي. لا، هم طرحوا حزب، ولكن أنا طرحت أن تكون حركة وليس حزب. ما الفرق؟ لأن الحزب هو أرقى، وفي دولة
الحزب هو يتقدم إلى السلطة. الحزب هو كيان سياسي هدفه السلطة، وربما تصل إليه الحركة الفيدرالية لاحقا، لكن الآن هي تطرح مشروعا. هذا المشروع قد يتبناه غيرها، قد يأخذه حزب آخر، وهي تريد أن تنور وأن تبصر وتثقف المجتمع الإريتري بصلاحية هذا المشروع، وستواجه فيه تساؤلات ومناقشات، وتكون على استعداد لمواجهة كل التحديات السياسية والفكرية التي تواجه هذا المشروع. هل كتبتم في ذلك شيئا؟ نعم كتبت. ماذا كتبت؟ أنا كتبت ونشرت كتابا الديكتاتورية الشوفينية في إريتريا والحل الفيدرالي، طبع في القاهرة، وهو موجود، جزء منه موجود في مكتبتي. خلاصته؟ خلاصته أن هذا الحل هو الذي يؤدي بنا إلى الاستقرار السياسي، وهي أن تحكم إريتريا بنظام فيدرالي. أعد الاسم. الديكتاتورية الشوفينية في إريتريا والحل الفيدرالي. والحل الفيدرالي. نعم. فدعونا إسحاق بشير ثم بعد ذلك اتفقنا أن نكون الحركة الفيدرالية، وعقدنا مؤتمرا تأسيسيا تداعينا إليه من هولندا والدنمارك ولندن وستوكهولم، الذين يؤمنون بجدوى هذا الطرح. نعم. أن نعقد مؤتمرا تأسيسيا لهذه الحركة، فاجتمعنا في ستوكهولم وأعلنا ولادة حركة فيدرالية مفتوحة. هل تذكر العام دكتور جلال؟ والله هذه المشكلة، أنا لا أذكر التاريخ. جميل. أسسنا هذه الحركة الفيدرالية وانطلقت هذه الحركة، ولكن كعادة الإريتريين ما إن مضى عليها أشهر إلا وتخرج منها جماعة تنفصل عنها. عجبا. بالله عليك. نعم. هذا وباء. لا حول ولا قوة. فانشقت. ايوه، خرج منها مجموعة. من؟ صلاح أبو راي تسمع به، وكان من أبرزهم يعني، وحامد إزاز وحامد الدالة. ما هي وجهة نظرهم؟ كانت لهم وقتها وجهة نظر، يقولون لنا أنتم لم تقدموا الحل الفيدرالي على النحو الأنسب، وأننا يجب أن نتعامل مع التنظيمات الإريترية على أساس أنها قوة اجتماعية، يعني قوة قبلية، وأن كل قبيلة يجب أن تتجمع في ذاتها، وسموها قوة اجتماعية، سموا قوة اجتماعية. وقلنا لهم لا نتفق معكم في هذا الشيء، أن كل قبيلة البني عامر يعملوا كيان لوحده، البلين يعملوا كيان لوحدهم منقسم. قلنا هذا ليس هو الحل الفيدرالي الذي نحن نؤمن به، وحصل انقسام وخرجوا علينا وأصدروا بيانا بالتنديد بما نطرح نحن، وحصل تراشقات، وإلى الأسف الحركة الفيدرالية خرجت منها. يعني ما كملت سنة، أقل من سنة. الله المستعان. وحاولنا الإصلاح. أيوة. حاولنا تقريب المفاهيم، عقدنا جلسات، ولكن لم نصل إلى نقطة انطلاقة. فقلت لهم كونوا على حدة وعلى تجمع، ولكن دعنا نتواصل، فربما نلتقي يوما ما. جميل. ولا أبقيتم شعرة معاوية. ولا نتنابز ولا نتخاصم، ربما عدنا إليكم وربما عدتم إلينا. وهكذا تفاصلنا، كل ذهب إلى مبتغاه وإلى وجهة نظره. وأنتم واصلتم. ونحن واصلنا. جميل.
ثم بعد ذلك حصلت أيضا بعض الهنات والخصامات في الحركة الفيدرالية نفسها. من كان يرأسكم الحركة؟ كان الحركة في بدايتها كان بشير إسحاق، وكان لها مجلس مركزي، وكان بشير إسحاق هو الذي يتقدم الرئاسة الحركة الفيدرالية. جميل. ثم بعد ذلك جاء آخرون بعده يعني. وظللت. وأنت ما توليت منصبا فيها دكتور يا؟ كنت عضو مجلس شورى، وكنت في الجانب الإعلامي يعني. جميل. كنت عضو اللجنة المركزية، لم يكن مجلس شورى، كانوا يسمونه اللجنة المركزية. وهكذا مشينا، والأطروحة وجدت قبولا. والناس بدأوا يقولون هذا هو الحل، ولكن الناس يتساءلون يقولون ما الذي جمع جلال الدين الإسلامي مع بشير إسحاق اليساري؟ فكنت أقولهم جمعنا الحل الفيدرالي، والحل الفيدرالي يجمع اليسار واليمين وكل الاتجاهات. وظللنا هكذا حتى أصبحنا جزءا من قوى المعارضة الإريترية، وأصبح للحركة الفيدرالية وجودا في أديس أبابا ضمن القوى المعارضة. وعقدت مؤتمر لها في حمرة على الحدود الإريترية الإثيوبية. أظن كان ذلك هذه مشكلتي مع التاريخ، لا حتى لا أخطي يعني. طيب لا بأس. عقدت مؤتمرها في حمرة، وحضرت أنا هذا المؤتمر. جميل. من لندن إلى حمرة. أيوة. أديس أبابا إلى حمرة. ووقتها كنت قد التحقت بجامعة نايف العربية للعلوم. وهنا طلبت من المؤتمر أن يعفيني من عضوية الحركة الفيدرالية. وقلت لهم إن الحركة الفيدرالية الآن قامت على سوقها واستوت على الجودي، وأقبل إليها الشباب ووجوه جديدة غذتها. وكان المؤتمر الحضور فيه عدد كبير يعني تقريبا حدود 100 شخص تقريبا. ما شاء الله. أيوة. وقلت لهم أنا لا تختاروني في القيادة وأعفوني من الاستمرارية في الحركة، لأنني في عمل أكاديمي، والعمل الأكاديمي لا يسمح لي أن أزاول عملا سياسيا. نعم. ولا يمكن أن أتحمل قرارات سياسية وأنا لست عضوا، وأنا لست مشاركا في اتخاذها وإنضاجها. فانسحبت. فطلبت من المؤتمر أن يعفيني من عضوية الحركة، والمؤتمرون بارك الله فيهم أنه أعفوني وقالوا شكرا لك على ما قدمت. وهكذا فارقت الحركة الفيدرالية تنظيميا، ولكن ما زلت أؤمن بالفكرة الفيدرالية في إدارة السلطة والثروة في المجتمع حتى هذه اللحظة. حتى هذه. ما زلت تؤمن بهذا. ما زلت أؤمن بها وتدعم الفكرة. وأدعم الفكرة. من الآن يرأس هذه الحركة الفيدرالية؟ بشير إسحاق؟ لا. يرأسها أخ اسمه صالح صباح. صالح صباح. هو الذي يرأسها. لا يزال. لا يزال. نعم. جميل. وأصبحت هذه الحركة هي. وهم عضو في المؤتمر وهم أعضاء في التجمع الوطني. التجمع الوطني. ولكن علمت مؤخرا أنهم انسحبوا منه. احتجاجا على ممارسات يرونها هم تحملهم إلى الانسحاب، فانسحبوا على كل حال من التجمع الوطني الإريتري، وما زالوا كحركة
سياسية تنشط وتحمل هذا الاسم، الحركة الفيدرالية. جميل دكتور جلال، متعتنا بتاريخين العظيمين، المنتدى الثقافي الإريتري ومن ثم انتقل إلى الحركة الفيدرالية، وأنت ما زلت تؤمن بالحركة الفيدرالية. ما زلت أؤمن بالفكرة الفيدرالية. الفكرة الفيدرالية. نعم. أما الحركة والتنظيمات هذه أنا أراها قوالب هي قابلة للتغير والتطور، لا تثبت على حالة واحدة. مشاهدينا الأكارم، كنا في حديث ماتع عن السيرة الذاتية الحركية والدعوية والتعليمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد صالح. وقفنا في آخر مرحلة في انسحابه من الحركة الفيدرالية في مؤتمر حمرة. نواصل الحديث في سيرته العطرة إن شاء الله. ماذا كان بعد ذلك؟ انتظرونا في الأسبوع القادم. هذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.